صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. فيديو جديد معاكم حبايبي. النهارده هنعمل صلصة المصانع بأسرار المصنع نفسه، قيمة غذائية وفايدة ولون. ويلا نشوف مع بعض هنعمل ايه. معايا كيلو طماطم، معايا نص فلفل رومي اللي هو الالوان. طبعا احنا في الوان احمر واصفر واخضر، جايبين نص بس واحد من قرن الفلفل الاحمر الكبير. معايا بنجرية صغيرة، ومعايا سكر. حط حلة على النار حبايبي زي ما انتوا شايفين كده. هنزل فيها بالطماطم بس كده، وهحط كمان عليها ايه، هحط الفلفل والبنجر زي ما انتوا شايفين كده معايا. هحط ايه، رشة سكر علشان خاطر الحموضة. عندك ملح ليمون تحطي، ما عندكيش ملح ليمون انا هستنيها تنزل ميتها هي لحد كده. خلاص اتعملت، انا مش هحط عليها ميه ولا اي حاجه، هسيبها على نار هاديه خالص وهغطي عليها. اول ما تخش في اول غلوه هحط عليها عصره نص ليمونه. ما عندكيش لو دي في حالة لو ما عندكيش ملح ليمون، عندك ملح ليمون تحطي ربع نص معلقة ملح ليمون. ما عندكيش تعملي اللي انا بقوله لك دوت. اول ما تاخد اول غلوة تروحي نازله عليها بعصرة نص ليمونة. وهنرجع نشوف هنكمل ازاي مع بعض، واستنوا عشان لسه في حاجات تانية هنعملها. ما خدتش 10 دقايق على النار، ولا يعني نقول من 10 دقايق لربع ساعة زي ما انتوا شايفين كده. شايفين لونها دلوقتي عامل ازاي؟ جبنا القوطة من عند الراجل، غسلناها قطعناها نصين كأننا هنطحنها في الخلاط او بالهاند بلندر. حطيناها على النار، معاها نص قرن فلفل احمر الوان، معاها بنجرايه، عصرة ليمونة. اول ما غليت، او ما فيش عندك، لو ما عندكيش ملح ليمون، سبتها على نار هادية زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. انا بقى كده هضربها بالهاند بلندر او في الخلاط، وهرجع لكم عشان لسه في حاجة تانية هنعملها هقول لكم عليها. طحنت القوطه كده زي ما انتوا شايفين. انا بعمل ايه، بصفيها. جايز يكون في تفل من القوطه فيها، بس انا ما اعتقدش ان انا هتطلع اي حاجه معايا. بسم الله ما شاء الله زي ما انتوا شايفين. انا بس الكاميرا عندي الاضاءه بتاعتها بس، والله لون وريحه وقيمه غذائيه هتاخديها. هصفيها كده وهرجع لكم تاني. ورجعت لكم تاني حبايبي زي ما انتوا شايفين اللون. بذمتكم كده شايفين اللون؟ والله البطرمان شوفي بتجيبيه بكام دلوقتي في الغلا اللي احنا فيه ده. اكيد هتجيبيه من اقل من 30 جنيه 25 جنيه، مش هيزيد ولا يقل عن كده. طب انت هتجيبي القوطه دلوقتي الكيلو ب5 جنيه، وهتعملي، انا عامله كميه عشان تبقوا عارفين، وجربتها وجربته في الاكلات وفي كل حاجه، وقلت لازم اجرب الوصفه معاكم عشان تستفيدوا منها وتجربوها انتوا كمان. صدقوني مش هتندموا، الوصفه والتجربه ديت جميله جدا، وهتقعد معاكم بالسنه، كمان تقدري تشيليها في التلاجة وقت ما تحتاجيها. هعمل ايه دلوقتي عشان انا ما حطيتش ملح ليمون؟ هنزل دلوقتي برشة ملح. رشة ملح ليه؟ علشان خاطر دي المادة الحافظة بتاعتها، بدل ملح الليمون عصرة الليمون ورشة الملح. هنزل ايه كمان دلوقتي، نص معلقة بابريكا عشان تدينا اللون والحمار اكتر زي ما انتوا شايفين كده. شايفين؟ وكده خلصت الصلصه بتاعتنا حبايبي. انا بقى هعبيها في اكياس واشيلها في الفريزر، بس مستنيه لما تبرد عشان ما ينفعش انا اسيبها دلوقتي وهي سخنه. عبي في اكياس على طول، او في برطمان، او في علبه، على حسب اللي عندك. استنوني في وصفات تانية جديده، واتمنى ان يكون الفيديو النهارده بسيط وعجبكم، وان شاء الله وصفاتي كلها تعجبكم. واستنوني في تفريزات ووصفات تانية. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.